ازيكم؟ النهارده هنتعلم مع بعض اخر غرزتين من الغرز الاساسيه، وهي العمود بلفه والعمود بلفتين. شبه بعض وقريبين لبعض وحلوين قوي. ويلا بينا نشوف الكف هيعلمنا ايه النهارده. اول حاجه الادوات اللي هنستخدمها هما طبعا خيط وابره، بس لو لسه متعلم في الاول انا هستخدم خيط اليزا الاكريليك اللي هو العادي ده. الخيط ده سمكه متوسط، ينفع قوي للناس اللي لسه بتتعلم في الاول. زي ما انتوا شايفين هنا مكتوب على الخيط نستخدم من إبرة كام لإبرة كام. معانا من إبرة 4 لإبرة 6، معنى كده إن إبرة رقم 4 و4.5 5 6، الأربع إبر دول ينفعوا. فبالتالي نقدر نستخدم اللي احنا عايزينه منهم. أهم دي كده 4، ودي 4.5، ودي 5، وكمان 6، كل ده ينفع. أنا النهاردة هستخدم معاكم إبرة رقم 5 علشان عايزة الغرزة تبقى واسعة وباينة للناس الجديدة لسه بتتعلم. ده شكل غرزة العمود بلفة والعمود بلفتين في الباترون، وفي كمان عمود ب3 لفات، وهو ان احنا بنلف 3 لفات على الابرة واحنا شغالين. ويلا على طول نشوف غرزة العمود بلفة بتتعمل ازاي. اول حاجة هنعمل عقدة بداية زي ما تعودنا، ان احنا هنخلي الجزء القصير من الخيط على صابعنا كده ونثبتهم بصابعنا الكبير، ونلف الجزء الطويل على صابعنا هيتكون معانا حرف الاكس، وهندخل الابرة من تحت اول لفة، هناخد اللفة التانية بالابرة بالشكل ده ونسحب صوابعنا كده. اتكونت معانا عقدة البداية. طبعا عملتها معاكم قبل كده بالتفصيل، انا بس بقولها سريعا كده. هنعمل 10 سلاسل في الاول نتعلم عليهم، وبرضو السلاسل عملتها معاكم قبل كده، واي حد لسه بيشوف الفيديو لاول مرة ومش عارف الحاجات دي بالتفصيل هتلاقوا الفيديوهات موجودة على القناة بتاعتي. كده تمام، عملنا 10 سلاسل. غرزة العمود بلفة لازم نعمل ارتفاع 3 سلاسل، يعني هزود 3 سلاسل ارتفاع. دول مش بنشتغلهم، دول بس بنعملهم في الأول كارتفاع للغرزة، زي الغرزة الواحدة اللي احنا بنعملها قبل غرزة الحشو، أو الغرزتين اللي احنا بنعملهم قبل النص عمود. مع العمود بلفة بنعمل 3 سلاسل مش بنشتغل عليهم، بيبقوا بس ارتفاع. يبقى أنا هفوت ال3 دول واخش في الغرزة الرابعة. هلف لفة على الإبرة وهدخل في نص السلسلة، في نصها كده، وبعدين هسحب الخيط وهطلع من السلسلة. هيبقى معايا 3 لفات على الإبرة. هاخد لفة من الخيط واطلع من 2، وبعدين هاخد لفة تانية واطلع من 2. تمام، ادي كده أول غرزة عمود معانا. تاني هلف لفة على الإبرة وادخل في نص السلسلة واخد لفة من الخيط واطلع بيه. كده بقى معايا 3 لفات على الإبرة. هطلع من 2 وبعدين اخد لفة واطلع من 2. كده تاني واحدة معانا. غرزة العمود من أسهل الغرز. هاخد لفة على الإبرة وادخل في نص السلسلة، وبعدين اخد لفة من الخيط واطلع بيه. كده بقى معايا 3 لفات على الإبرة. هطلع من 2 وبعدين اطلع من 2. انا هنا اتعمدت ان انا استخدم ابرة كبيرة علشان تبقى الغرزة بالنسبة لكم واضحة، لكن لو احنا بنشتغل الشغل ممكن نستخدم غرزة اصغر، 4.5 او 4 هيبقوا مناسبين برضو. تمام، يبقى هاخد لفة معايا على الإبرة وادخل في السلسلة اللي عليها الدور في نصها كده، وياخد لفة من الخيط، وبعدين اسحب واطلع من 2، وبعدين اسحب واطلع من 2. حاولي وانتي شغالة ما تبقيش شادة ايدك، وبقي مرخية ايدك كده. وحتى لو كنتي في الاول حاسة ان انتي مش عارفة تعمليها، مع المحاولة هتعرفي تعمليها لان هي سهلة جدا. ويلا على السلسلة اللي عليها الدور، خدنا لفة على الإبرة وندخل في نص السلسلة، وكده بقى معايا 3 لفات. اسحب واطلع من 2، وبعدين اسحب واطلع من 2. تمام، تاني هلف لفة معايا على الإبرة وادخل في نص حرف الفي، وبعدين اسحب الخيط واطلع. هيبقى معايا 3 لفات. اطلع من 2 وبعدين اطلع من 2. وهسيبكم دلوقتي تشوفوا ايدي وهي شغالة، وتقدري تبطئي الفيديو اكتر وتتعلميها واحدة واحدة على مهلك.
وكده نبقى خلصنا اول سطر. يلا نشوف لو عايزين نرتفع لسطر كمان بنعمل ايه. اول حاجة لازم نعملها 3 سلاسل زي ما اتعودنا. 3 سلاسل دول بيبقوا ارتفاع مش اكتر من كده، يعني مش بنشتغل عليهم. بنلف الشغل وبناخد لفة من الخيط معانا على الإبرة، وبندخل من تحت حرف الفي، أو هو ده. بندخل من تحتيه كله، يعني في السطر التاني مش بندخل من نصه، لا بندخل من تحتيه كله. تمام. يعني أول 3 دول مش هشتغل عليهم، هشتغل بقى على الرابعة دي. تمام. يبقى خدت لفة معايا من الخيط ودخلت من تحت حرف الفي كله، وبعدين سحبت سحبة من الخيط وطلعت. بقى معايا 3 لفات، وبعدين أسحب واطلع من 2، واسحب واطلع من 2، ونكرر نفس العملية. باخد لفة من الخيط وادخل من تحت حرف الفي كله، وبعدين اخد لفة من الخيط واسحب من 2، وبعدين اسحب من 2، وهنكمل بنفس الطريقة بالظبط. وكده نبقى خلصنا السطر التاني. طيب لو عايزين نرتفع سطر كمان هيبقى بنفس الطريقة. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، ونلف الشغل. وهنا بوريكم بالظبط احنا بنشتغل فين عشان الناس اللي لسه بتتعلم وبتتلخبط شوية. وزي ما اشتغلنا في السطر التاني هنشتغل في السطر التالت بدون اي اختلاف. وبنفس التكنيك بتاع العمود بلفة هنعمل عمود بلفتين. هنعمل عقدة البداية في الأول، ونرتفع 10 سلاسل عشان نشتغل عليهم. وبعد ما نعمل 10 سلاسل هنرتفع السلاسل الارتفاع اللي هما مع العمود بلفتين بيبقوا 4 سلاسل ارتفاع. يبقى العمود بلفتين 4 سلاسل ارتفاع. الأربعة دول مش هنشتغل عليهم، دول بيبقوا بس ارتفاع. هكتب لكم هنا على الشاشة كل غرزة بالظبط بنرتفع لها قد ايه. تمام. هنفوت الأربعة دول، هنلف لفتين على الإبرة. لفتين، هو اسمه عمود بلفتين، هنلف لفتين. هنفوت ال4 سلاسل وندخل في السلسلة ال5، ونسحب لفة من الخيط. وكده بقى معايا 4 لفات على الإبرة. هاخد لفة واطلع من 2، وبعدين لفة واطلع من 2، وبعدين لفة واطلع من 2. العمود بلفتين بيبقى أطول من العمود بلفة، يبقى باخد لفتين على الإبرة، وهدخل على السلسلة اللي عليها الدور، هدخل في النص وهسحب لفة من الخيط. وكده بقى معايا 4 لفات. هطلع من 2، وبعدين هطلع من 2، وبعدين هطلع من 2. يبقى باخد معايا لفتين وهدخل على السلسلة اللي بعدها واسحب لفة من الخيط. وكده بقى معايا 4 لفات. اخد لفة واطلع من 2، واخد لفة واطلع من 2، واخد لفة من الخيط واطلع من 2. انصحكم لو احنا لسه بنتعلم ان احنا نستخدم ابرة كبيرة، يعني متبدأيش بابرة 4، ابدأي مثلا 4.5 او 5 عشان تقدري تشوفي الغرزة وتقدري تشتغلي كويس. تمام. يبقى هاخد لفتين على الابرة،
وهدخل في السلسلة اللي عليها الدور وهاخد لفة من الخيط. كده اصبح معايا 4 لفات. اسحب لفة واطلع من 2، اسحب لفة واطلع من 2، واسحب لفة واطلع من 2. طيب لو في حد يسأل على العمود اللي ب3 لفات، العمود ب3 لفات نفس التكنيك بالظبط، ولكن بزود على الإبرة لفة زيادة. يعني بدل ما بلف لفتين في الأول بيبقوا 3 لفات على الإبرة. وفي الغالب احنا بنستخدم العمود بلفتين أكتر يعني، بس ايه دي معلومة كده للي عايز يعرفها. تمام، يبقى خدت لفتين على الإبرة، هدخل في السلسلة اللي عليها الدور، هسحب لفة. كده بقى معايا 4 لفات. هسحب لفة من الخيط واطلع من 2، واسحب لفة واطلع من 2، واسحب لفة واطلع من 2. تمام، يبقى كده معايا لفتين. هدخل في نص السلسلة وبعدين هسحب الخيط، وبعدين اسحب لفة واطلع من 2، لفة واطلع من 2، لفة واطلع من 2. وهنكمل بنفس الطريقة. وده كده شكل السطر الأول، طبعا مختلف قوي عن العمود بلفة. طيب لو عايزين نرتفع سطور زيادة بنعمل ايه؟ ايوه شاطرين، بنرتفع 4 سلاسل اللي هما بيبقوا ارتفاع بس مش بنشتغل عليهم. ادي السلسلة الرابعة، وبعدين بنلف الشغل بالشكل ده وبنشتغل تحت السلسلة كلها. ناخد لفتين معانا على الخيط وندخل من تحت حرف الفي، نسحب الخيط. بقى معانا 4 لفات. نسحب الخيط تاني ونطلع من 2، ونسحب الخيط ونطلع من لفتين، ونسحب الخيط ونطلع من لفتين. تمام، تاني بنلف لفتين وندخل من تحت حرف الفي كله، نسحب الخيط وبعدين نسحب الخيط تاني ونطلع من لفتين، نسحب الخيط تاني نطلع من لفتين، نسحب الخيط تاني نطلع من لفتين. وهنكرر نفس الطريقة، ناخد لفتين وهنكمل بنفس الطريقة.
وبكده نبقى خلصنا السطر التاني. طيب لو عايزين نرتفع سطر تالت هيبقى بنفس الطريقة بالظبط، هنرتفع 4 سلاسل وبعدين نلف الشغل وناخد لفتين معانا على الإبرة وندخل من تحت أول حرف في، نسحب الخيط وبعدين نسحب الخيط تاني ونطلع من 2، نسحبه تاني ونطلع من 2، نسحبه تاني ونطلع من 2، ونكمل السطور كلها بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها في السطر التاني. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اكتبولي في الكومنتس لايك وسبسكرايب عشان يوصلوكم كل جديد، واكتبولي نفسكم تتعلموا ايه المرة الجاية. وتسلم ايدكم مقدما، ونتقابل الفيديو الجاي.